في إبريل 2023 النار ولعت فجأة في قلب الخرطوم. السما اسودت والمدينة اتحولت لساحات قتال. بس الحقيقة الشرارة دي ما كانتش مفاجأة، كانت نتيجة سنين من الكتمان والتخطيط والغل اللي كان بيغلي تحت السطح. بعد ما سقط عمر البشير سنة 2019 السودان دخل مرحلة جديدة، مرحلة كان المفروض تبني البلد على أنقاض نظام فاسد استمر 30 سنة. لكن اللي حصل، البلد اتقسمت بين اتنين شايلين السلاح وبيحلموا بالحكم. من ناحية الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش الوطني، ومن الناحية التانية محمد حمدان دجلو الشهير بحميدتي قائد قوات الدعم السريع. الاتنين وافقوا يحكموا مع بعض في حكومة انتقالية، بس كل واحد فيهم كان مستني التاني يغلط عشان يبلعه. البرهان كان شايف إن البلد لازم ترجع تحت سيطرة جيش واحد، وحميدتي كان شايف نفسه أكبر من الجيش نفسه. ساعتها اطرح اقتراح دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني. البرهان قال الدمج يتم في 2 سنين، حميدتي قال لا، عايزه بعد 10 سنين. خلاف بسيط في الورق لكنه فجر أول رصاصة في الحرب. في 15 إبريل 2023 الخرطوم بتستيقظ على دوي انفجارات. الناس مش فاهمة مين بيضرب مين، بس الحقيقة إن المعركة كانت بين جيشين داخل بلد واحدة، كل واحد فيهم بيقول أنا السودان الحقيقي. من هنا بدأت الحرب الأشد دموية في تاريخ السودان الحديث. حرب على الأرض وعلى الهوية وعلى الذهب وعلى السلطة. حرب كسرت الخرطوم ومزقت دارفور وخلت البلد تمشي بخطى ثابتة نحو الانقسام. والسؤال اللي لسه محدش جاوب عليه، هل الحرب دي فعلا حرب داخلية؟ ولا كانت الخطوة الأولى في خطة أوسع لتقسيم السودان من جوه تمهيداً لتفكيك المنطقة كلها؟ وتابع حلقات سلسلة السودان الحرب المنسية، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.